قصة الهرم الأكبر خوفو. قصة غريبة وفيها لغز كبير. مين اللي بنى الهرم وإزاي بنوه؟ لحد النهاردة في اختلاف كبير جدا عن كيفية بناء الهرم وإزاي بنوه ومين اللي بناه. ما تقوليش خوفو، لأن خوفو كل لقوه في الهرم عنه تمثال قد كده 9 سنتي، ومش هو مقبرة. يعني الهرم ما كانش مقبرة، مفيش برضو حاجة جوه الهرم تشير إن ده مقبرة. طلع كلام من شهرين 3 كده إن الهرم ده عبارة عن مصدر للطاقة الكهربائية، ممكن يدي العالم كله طاقة كهربائية زي الواي فاي كده. تعالى بقى، من اسبوعين اكتشفوا اكتشاف عظيم جدا، اكتشاف كبير وضخم. قال لك ده فيه هيكل ضخم جدا تحت الهرم الاكبر ده، والهيكل ده عباره عن اعمده، والاعمده دي اخرها حيطه كبيره جدا. الحيطه دي ممكن يكون وراها غرفه، والغرفه دي ممكن تكون مقبره. الباحثين دول شغالين من سنه 21 لحد النهارده، وهم اوروبيين على مصريين على يابانيين، بيقولوا ان في اكتشاف عظيم جدا تحت الهرم ده. ممكن تكون الغرفة اللي في الاخر الهيكل دي هي مقبرة خوفو، وممكن تكون حاجة تانية خالص. ايه السر ورا بناء الهرم؟ والهرمين التانيين دول ايه لازمتهم؟ هرم خوفو ده وراه سر كبير جدا، والغرفة اللي هما بيقولوا ممكن يكونوا شافوها دي او لقوها دي، طبعا هما لقوها عن اجهزة الرادار، يعني ما حفروش لسه، عايزين بقى يحفروا ويشوفوا القصة اللي وراه دي. الهرم الاكبر ده وراه سر عظيم جدا، والسر ده هيخلي العالم كله يتكلم عنه، وتقريبا كده بيقولوا اللي هيكتشف السر ده يقدر يحكم العالم. جزاكم الله خيرا. ما تنسوش بقى دعم بالاشتراك في القناة واللايك والشير، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.